مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله في هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: حلوى مقلة العين تثير ضجة بالجزائر مصنعة من عظام حيوانات مفترسة أو الخنازير. أثار التسويق لحلوى على شكل مقلة العين في الجزائر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت منظمة حماية المستهلك بأنها مصنعة من مادة الجيلاتين المستخرجة من عظام وجلود الحيوانات لتوجه للاستهلاك البشري. وأكدت ذات الهيئة بأن الحلوى التي تم إدخالها هي عبارة عن مادة جيلاتين، وهي المادة التي تسمى أيضا حلوى الجيلي، شفافة وعديمة اللون والطعم، تستخرج من النبات مثل الطحالب أو الحيوان عن طريق طهي الجلد والغضاريف وعظام الحيوانات مثل الماشية. وأثارت صور الحلوى تحفظ رواد التواصل الاجتماعي الذي انتقد كثيرون شكلها قبل محتواها، خاصة وأنها موجهة لفئة عمرية حساسة وهي الأطفال، واستغربوا من كيفية الترخيص بتسويقها في المحلات بشكل عادي. حلوى بشكل مثير للنفور، آخر شيء يتوقعه من يراها أنها منتج غذائي. وقال آخر: يجب فتح تحقيق معمق حول منشأ هذه الحلوى وكيف دخلت إلى الجزائر. فيما هون آخرون من الأمر: لا أعتقد أن فرق الرقابة ستغفل عن محتوى هذه الحلوى، أما الشكل ففعلا مقزز. أوضح الطبيب المختص في الصحة العمومية محمد كواش في تصريحه للعربية قائلا: لقد استقيت معلومات من التجار الذين يسوقون هذه الحلوى، وعلمت أنها تباع في أكياس بدون وسم، حيث لا تحتوي على أي معلومات حول تكوينها أو مصدرها. وتساءل المتحدث في هذا الشأن عن كيفية إدخالها إلى الجزائر، وهي قد تحتوي على مواد خطيرة وقد تسبب تسممات وأعراض صحية لا يستهان بخطورتها. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة. للقاء في فيديو جديد وخبر جديد.